تفتكروا نحرق كام سعرة في 1000 خطوة من المشي؟ وال1000 خطوة دول هياخدوا مسافة قد ايه؟ تعالوا نشوف. متحمس اعرف ال1000 خطوة دول هيحرقوا كام سعرة بصراحة. وكده بدأنا رحلتنا 1000 خطوة، فهنشوف بقى ايه الكلام. وطبعا من ساعة ما الواحد اتعود ان هو يجري، المشي بالنسبة له بقى حاجة عبيطة يعني، فالحمد لله. كده برضه اضمن ان الكلاب مش هتجري ورايا، هيشوفوني بتمشي عادي بني ادم. كده عدى حوالي 150 خطوه، فغالبا كده المسافه مش هتبقى كبيره، فدي بدايه مبشره عشان مش قادر بصراحه. الحمد لله حته ضله شويه. كده اتمشينا حوالي 300 خطوه. انا بجد متحمس اعرف انا هحرق كام سعره، والموضوع سهل كده. لو طلع رقم حلو خلاص هنعتمد المشي بعد كده. وكده اتمشينا حوالي 500 خطوه. انا لما نزلت اكتشفت ان 1000 خطوه دول مش حاجه، فالمره الجايه اكيد هنجرب خطوات اكتر يعني. تفتكروا الكام خطوه دول هيبقوا كام كيلو في الاخر؟ بس حاسس ان هم ممكن يبقوا كيلو مثلا. طبعا النزول في الوقت ده الناس كلها بدأت تصحى، فالوقت بصراحة اللي بعد الفجر ده ما يتعوضش. فاضل حوالي 300 خطوة. مش عايز ابص على المسافة اللي انا مشيتها بصراحة، عايز اتفاجئ في الاخر لما اوصل. فاضل 50 خطوة وكده خلاص وصلنا. ما كنتش متخيل الموضوع يبقى سهل كده بصراحه، فاكيد المره الجايه هنجرب خطوات اكتر بكتير. المهم بقى ال1000 خطوه دول حرقوا حوالي 60 سعره، وده رقم كويس قوي بالنسبه للمجهود اللي انا عملته بصراحه. وكمان مشينا الخطوه دول في 900 متر بس. ودي كانت تجربه النهارده. قولوا لي عايزين نجرب خطوات قد ايه المره الجايه. واخر حاجه طبعا ما تنسوش ان التفاصيل بتفرق.